على الميت بتحرقه، هل ده صحيح؟ الدمعة على الميت تحرقه؟ دي انا 75 سنه اول مره اسمع الكلمه دي، ان الدمعة على الميت تحرقه. يعني ايه تحرقه ازاي؟ يعني لو كان انسان اللي مات ده انسان بركه، انسان قديس، انسان تائب، انسان كان عايش في طريق ربنا حلو وراح، طبعا راح الفردوس، اللي في الفردوس دولت دموعنا على الارض هتحرقهم؟ ولا دموعنا ولا كل شياطين الدنيا تيجي يمتهم، خلاص هم واقف في حضن المسيح له المجد في الفردوس. المسيح له المجد قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. اذا كنا مع المسيح في الفردوس ان شاء الله، في اي حاجه في الدنيا تقلق راحتنا ولا ساب لنا اي متاعب؟ الموضوع ده انتهى خلاص. هناك يمسح الله كل دمعه من عيون الباكين، مفيش دموع ولا في فرع، على طول ده. اما بالنسبه هل ما بيحس بينا لما نفضل نعيط؟ من جهه الاموات بيحسوا بينا، بيحسوا بينا، بس مش ضروري لما بنقعد نعيط. بيحسوا بينا لما في كل حاجه. يعني مثلا في مثل الغني والعازر، المسيح لما قاله لنا، قال ان الغني شاف ابو العازر في حضن ابونا ابراهيم، فهو في الجحيم وابونا والعازر في حضن ابونا ابراهيم في الفردوس. فالغني نده على ابونا ابراهيم قال له يا ابت ابراهيم، قال له نعم. قال له اعمل معروف، ابعت العازر يبل طرف لسانه بصبعه، طرف لسانه بصبعه، عشان هنا بتشوي في النار بتعذب. قال له بيننا وبينكم هو عظيمه. فاخر قصه المثل دي الغني والعازر، الغني قال لابونا ابراهيم طب اعمل معروف، ابعت واحد بالميتين لاخواتي، قال لي 5 اخوات على الارض عايشين زي ما كنت عايش بنعم ربنا، عشان ما يجوش المكان ده. قال له عندهم الكتب والانبياء. يعني الاموات بيحسوا بينا، سواء اشرار في الجحيم او ابرار في الفردوس بيحسوا بينا. لكن الفردوس طبعا بكل تاكيد، ما العذراء لما تيجي تظهر في الزيتون، تظهر في الوراق، وتظهر في كاس المنى في شبرا، وتظهر في حتت كده، ده القديسين بيظهروا، ماري جرجس وابو سفين والقديسين والشهداء لما بيظهروا يعملوا معجزات مع الكل باستمرار دائما. فبيحسوا بينا طبعا، وبنطلبهم بيستجيبوا لطلباتنا وبيعملوا معجزات معانا، فبيحسوا بينا. لكن مش ضروري نكون بنعيط ليه؟ نعيط ليه؟ ده بخت اللي ساب الدنيا دي وسافر. الكتاب المقدس قال كده، قال طوبى الاموات الذين يموتون في الرب منذ الان. نعم يقول الروح انهم يستريحون من اتعابهم واعمالهم تذبحهم. يستريحون من اتعابهم واعمالهم تذبحهم. لماذا قبل الله ذبيحه جدعون وهو ليس من الكهنه ولا من سبط لاوي، وكذلك ذبيحه منوح وزوجته، في حين رفض شاول حين قدم الذبيحه ولم ينتظر قدوم صموئيل النبي؟ شاول، انتوا عارفين ان شاول كان انسان شرير، وحتى الكتاب ذكر انه بغته روح رديء، لدرجه ان داود النبي كان يروح يعزف له بالعود عشان يفوق ويرتاح ويقول المزامير بتاعته عشان ينصرف منه الروح وكده. وشاول اراد ان هو يقتل داود بالرغم انه كان صديق ابنه الروح بالروح الانتيم بتاعه، لكن غيره شاول المره من واحد في دور ولاده اللي هو داود النبي خلته يجري ويطرده في الجبال، ويخلي داود يجري في الجبال ويستخبى منه، مش عايز يقتله ولا يحاربه عشان خاطر ابنه ابشالوم. المهم يعني، فشاول ما كانش انسان حلو مرضي عند ربنا، علشان كده ربنا ما قبلش ذبائح.